السلام عليكم، حبيكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده من وصف الحلال السيبل. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفه ديال عجينه الصابلي صالحه لجميع انواع المناسبات والاعياد. وصفه اقتصاديه بدون انتفاخ وما كيتقلصش الحجم ديال الصابلي او في تغيير الشكل ديال الصابلي. نقدروا بيه نصيبوا صابلي عادي، صابلي بريستيج، صابلي سيراميك وايضا صابلي بيرسوناليزي. ما نطولش عليكم، تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو عندنا بيضه، قبيصه الملحه، 2 معالق كبار ديال بودر كريم باتيسير، 2 معالق كبار ديال النشا. نقدروا نعوضوا ب4 معالق كبار ديال النشا ولا 4 معالق كبار ديال الكوك محمر مطحون. ايضا 4 كاس ديال الزيت، 125 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال نكهه الناطا او النكهه ديال بات بسكوي، او كيس ديال السكر فاني، كاس ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال الجليكوز، و 450 غرام ديال الفورص مغربل، كيبقى على حسب النوعيه ديال الفورص. اول حاجه غادي نبدا 125 غرام ديال الزبده بدرجه الحراره المطبخ، غادي نقطعها قطع صغار ونضيف عليها كاس ديال السكر كلاصي. غادي نمعك المكونات مزيان ونضيف ايضا ربع كاس ديال الزيت ونخلط كلشي حتى نحصل على كريم بوماد. وغادي نضيف ايضا بيضه وحده بدرجه حراره المطبخ، ايضا قبيصه الملحه ومعلقه صغيره ديال الجليكوز. نحاول نفزك يديا شويه بالماء باش الجليكوز ما يشدش ليا في يديا. ونكمل الخليط ديالي ونضيف ايضا 2 معالق كبار ديال النشا و2 معالق كبار ديال بودر كريم باتيسير او 4 معالق كبار ديال النشا. نقدروا نعوضوا ايضا مع 4 معالق كبار ديال الكوك محمر ومطحون. ايضا غادي نضيف نص ملعقه صغيره ديال نكهه الناطا. نقدروا ايضا نعوضوا بلا بات بسكوي ولا نكهه نوازيت ولا كيس ديال السكر فاني. وفي الاخير غادي نضيف 450 غرام ديال الفورص مغربل على حسب النوعيه ديال الفورص، ما بين 450 حتى ل 550 غرام ديال الفورص. غادي ندخل الفورص في المكونات او في العجينه ديال الصابلي تدريجيا باش نحصل على عجينه الصابلي ما ثقيله في القوام ديالها، ما ثقيله ما خفيفه. غادي نجمع الاطراف ديال الاصابع بلا ما ندلكها. ونخلي العجينه ديال الصابلي ترتاح 15 دقيقه ونديرها في بلاستيك غذائي. بعد ما دازت 15 دقيقه غادي نقسم الكميه ديال عجينه الصابلي على جوج ونبدا نسرح كميه بكميه، والكميه الثانيه غادي نرجعها في بلاستيك غذائي باش ما تنشفش ليا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، عجينه ديال الصابلي صالحه لجميع انواع الحلويات ديال الصابلي.
عادي او بريستيج في المناسبات والاعياد اللي غادي نشوفوهم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. عندنا صابلي نورمال، صابلي او شوكولا، ايضا عندنا صابلي سيراميك، صابلي بريستيج وصابلي بيرسوناليزي. وصلت لنهايه لا فيديو، نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، والى جوز تاني ان شاء الله. مع السلامه.